هم عايزينها فوضى علشان الافندي بتاع مخرج فيلم هي فوضى اسمه ايه يا عز؟ الاستاذ خالد يوسف، احد الادوات اللي عملت لنا شويه افلام لعبت دور في عمليه الفوضى اللي بتشهدها البلاد، تم مكافئته، اصبح عضو في لجنه ال50 واحد رموز ثوره 30 يونيو. فاكرين خالد يوسف اللي عمل مشهد سينمائي للفتاه المسحوله اللي كانت بقصه المجلس العسكري اللي يقول لك وعرلعوا لها هدومها وبينوها، وانا طلعت قلت يا جماعه في مخرج سينمائي عمل هذا المشهد وكل دول كومبارس تم تدريبهم وكانوا بيتدربوا في المقطم، وبالصدفه واحد عايش في لندن كان بيصور في هذه المظاهره وواقف الناحيه الثانيه، لقط الصوره جابها لي زعتها، ظهر الفيلم بعد ما كان محمود حجازي اللي هو مدير المخابرات الحربيه ده ومعاه مش عارف اللي هو عادل مين طالعين بيعتذروا عن الخطأ. اقول لهم يا جماعه ما حصلش خطأ، يا جماعه انا راجل بتاع تلفزيون وفاهم، دي عمليه متمثله، مشهد تمثيلي. ما حدش سمع الكلام، ما علينا.